السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نسمع غيث التميمي. شوفوا كاظم الساهر، شوفوا كاظم اللي أينما يحل العراق شكلا ومضمونا محروم، ما يقدر يجي يغني ببغداد. بالله هاي الله يرضاها، وهو بهذا العمر وهذا التجلي ما يقدر يجي يغني ببغداد. ليش ممنوع؟ لا، بس ما يقدر يجي يغني ويباوع العراقيين ممزقين. ما يقدر يجي يغني والمسرح مسوي السوداني لو المندلاوي لو القيسي الخزعلي لو المدري منو. ما يقدر يحتفل ويغني بمسرح جايب موافقات الحلبوسي لو الخنجر. ما يقدر، ما يشرفه. بينما يروح الكردستان الأربيل يغني الشوارعها ويغني لأطفالها. مو هاي رسالة ما وصلت؟ هسه مستعد دكتور كاتو ذكر ترامب اجى باريس، حضروا شخصيات من كل العالم تقريبا، بس انتبهوا هواية دول مهمة ما وجهوا لهم دعوة، بما فيها العراق وهواي دول عربية ما حد وجه لهم دعوة. بينما وجهوا دعوة الكاكنيجير، الوحيد مفخرة العراقيين نيجر فان برزاني. هذا المفخر راح مو حتى ياخذ صورة الحلبوسي مطي 200 مليون دولار مدري 100 مليون دولار صورة ويا إيلون ماسك ويا ترامب ما مطينا. بينما كاك نيجير لا وطي فلوس ولا توسل بحد ولا تلوق، دزوا عليه على قعدة مال بشوات وملوك ما بيها بس الكبارية مال هذا الكوكب، وهو إيلون ماسك وترامب يشربون شامباين ويسولفون على الشرق الأوسط. نعلى على ساعة السوداء. إيش قد حسيت بفخر اكو عراقي مو عميل الخامنئي واقف يم ترامب وإيلون ماسك بهاي اللحظة. الله عليك كردستان، رفعتوا راسنا. حياكم الله. هذا غيث التميمي وهو يتكلم عن كاظم الساهر، ويقول أنه كاظم الساهر ما يقدر يجي للعراق يغني. مو ممنوع، لا، ولكن ما يقدر يغني ويشوف شوارع بغداد. غبي غيث التميمي. كاظم الساهر غنى لما كانت الساقية والخيس بنص بيت كاظم الساهر. كاظم الساهر غنى لما كان يهان من قبل ضباط من عشيرة البناصر. كاظم الساهر غنى لما كان العراق حسر عليه اللقمة. ولكن كاظم الساهر ما يقدر يطب للعراق لأنه ما يقدر يشوف عراق بلا صدام حسين. هو مدمن لصدام حسين. من هذا الباب إما أنه يغني ويستبشر خير في كردستان، له حتى كردستان هم يطبها. هذا كاظم الساهر، وهذا تحليلك الناقص اللي ناقص فكرا. بعدين أنت في هذا المقطع مو حبك بالعراق ولا حبك في كاظم الساهر ولا حبك في شيء. أكو 5000 دولار أو 10,000 دولار وصلت إلك من كردستان وقالت لك نريد فد مقطع زين مرتب تسولف لنا بهالشكل عن السيد نيجر فان اللي دخل وقعد ويا ماسك ويا ترامب. هاي بس خلص. انت رجال عندك بسطية غيث التميمي، والبسطية مالتك مفتحها للي يدفع أزيد وللي ينطع أزيد، بس مو أكثر. العراق بخير. أكو فساد، نعم أكو فساد. الفساد اللي موجود وتتكلم عنه والناس اللي تاخذ غيبتنا عليه والله موجود في كردستان فساد لا يطاق، وموجود في الولايات المتحدة فساد لا يطاق. والدليل على فساد الولايات المتحدة هي حكومة تجار يتلاعبون بتجارتهم في شعوب المنطقة. فساد موجود. لكن رغم كل شيء العراق بخير، لولا أصوات النشاز ولولا المؤامرات ولولا الفاسدين الذين أصروا على فسادهم. فيا غيث التميمي، ما بات لك أنك توزع أفكارك وتوزع هذا الإعلام الأصفر
على الناس اللي ما يعرفوك واللي ما فاهميك. خلصت اللعبة، انتهت. انت الآن جاي تتكلم وصدى كلامك يرجع إليك، لأنك لست مؤثرا في عقول العراقيين الشرفاء. أتمنى من كل عراقي محترم شريف أن ينبه فكرة لغيث التميمي ولغير غيث التميمي. دمتم سالمين وحياكم الله، في أمان الله.